السلام عليكم، تحياتي ليكم في كل مكان. معكم محمود. من هم العرب؟ وما أصلهم؟ وكيف جاءوا وانتشروا في شبه الجزيرة العربية؟ وما هو نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا كمصريين هل ننتمي إلى العرق العربي ولا عرقنا ينتمي لحاجة تانية؟ كل الأسئلة دي هتجاوب عليها النهاردة، فلو أنت عايز تعرف أصل العرب وحكايتهم إيه تابع معايا الفيديو. قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تسجل إعجابك بالفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد وعلشان أقدر أستمر معاكم وأبقى موجود في القناة. قبل ما نتكلم عن أصل العرب هنرجع بالزمن عند عهد نبي الله نوح عليه السلام. فبعد أحداث الطوفان استقر سيدنا نوح وذريته في بابل بالعراق. أنجب سيدنا نوح 4 أولاد وهم سام وحام ويافس وكنعان. بالنسبة لكنعان ده اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى فغرق في أحداث الطوفان، فتبقى لسيدنا نوح أبنائه الثلاثة سام وحام ويافس، واللي منهم بينحدر جميع الأمم والشعوب الحالية. فمن نسل سام بن نوح عليه السلام وهو ابن الأكبر أنجب 5 أولاد وهم آشور، عيلام، إرم، لاوز وأرفشغز. هنركز على أرفشغز لأن منه اللي بينحدر العرب وبني إسرائيل، علشان كده اليهود بيقولوا إن احنا ولاد عم، ودي حقيقة فعلا العرب واليهود ولاد عم من نسل أرفشغز ابن سام بن نوح. أما الابن الثاني لسيدنا نوح عليه السلام وهو حام، فأنجب 4 أولاد وهم مصرايين اللي بينتمي إليه المصريين، وكوش اللي بينتمي إليه الأفارقة والنوبة والحبش، وكنعان اللي بينتمي إليه شعوب سوريا وفلسطين وبلاد الشام، والابن الرابع فوت اللي بينتمي إليه المغاربة وقبائل الأمازيغ. أما بالنسبة ليافس فهو صاحب الذرية الأكبر من نسل سيدنا نوح عليه السلام. فمن نسل يافس جم المغول والتتر والترك والصقالبة والصينيين والهنود، ودول عددهم كبير جدا. اختلف أبناء نوح عليه السلام وذريتهم فافترقوا في الأرض، فاتجه حام إلى أفريقيا واستقر بها، علشان كده تعتبر قارة أفريقيا كلها من جنس حام بن نوح عليه السلام، بما فيهم إحنا المصريين. فنحن لسنا بشعوب سامية ولا ننتمي للعرق العربي. أما بالنسبة لسام وهو الابن الأكبر اللي عليه قصتنا النهاردة، فاتجه سام وذريته إلى الجنوب ناحية شبه الجزيرة العربية، ويذكر أنه استقر في اليمن. كلمة عربي تعني في اللغة أفصح الكلام وبينه، يعني أوضحه وأعربه. أما كلمة عربي تنسب إلى الجد الأكبر للعرب وهو يعرب ابن قحطان. إذن العرب شعوب سامية لأنهم بينحدروا من نسل سام بن نوح عليه السلام. بينقسم العرب إلى 3 أقسام رئيسية، وهم العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. القسم الأول من العرب وهو العرب البائدة، وهم الذين بادوا وانتهوا منذ القدم ولم يذكر عنهم إلا القليل كما ذكر في القرآن الكريم وبعض الحفريات الحديثة. ومن أشهر قبائل العرب البائدة عاد وثمود وطصم وجديس والعماليق، جرهم الأولى، عبيل ومدين. بالنسبة لعاد فهم أقدم هؤلاء، وكانوا أشد بطشا وظلما، واستعلوا واستكبروا في الأرض وعتوا عتوا شديدا، فبعث الله فيهم نبيه هود عليه السلام، ولكنهم استمروا في كبرهم وعتوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن. لم يتبقى من قوم عاد إلا سيدنا هود وقلة آمنت به، منهم الحكيم لقمان. اتجه سيدنا هود وقومه إلى اليمن واستقر بها، وهناك شيد لهم الحكيم لقمان سد مأرب المشهور المعروف في اليمن. أما بالنسبة لثمود فهم قوم سيدنا صالح عليه السلام، والذين سكنوا في الجبال ونحتوا بيوتهم من الحجر، وتم ذكرهم في القرآن الكريم وكلنا عارفين قصتهم. أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم يتبقى منهم أحد. بالنسبة لمدين فهم قوم سيدنا شعيب عليه السلام الذين كانوا يعبدون الأوثان، فدعاهم نبي الله شعيب إلى عبادة الله الواحد الأحد، ولكنهم رفضوه وسخروا منه، فدعا سيدنا شعيب الله فأهلكهم جميعا. أما بالنسبة لعبيل فدول استقروا في المنطقة المعروفة بيثرب،
وهم اللي خططوا للمدينة دي وهم اللي سموها، فأطلقت على اسم زعيمهم واللي خطط للمدينة يثرب ابن بائلة ابن مهلهل ابن عبيل. فضلوا موجودين هناك لحد ما جم العماليق وأطردوهم منها. أما بالنسبة لطاسم وجوديس قامت ما بينهم حرب كبيرة جدا. يذكر أن الحرب دي قامت بسبب أن الزعامة كانت لقوم طاسم على جوديس، فتولى أمر طاسم رجل ظالم ذل قوم جوديس وانتهك أعراض نسائهم. قرر قوم جوديس الانتقام منهم وأعدوا جيشا كبيرا. التقى الطرفين في معركة كبيرة هزم فيها قوم طاسم ولم يتبقى منهم أحد إلا رجل واحد ويدعى رباح بن مرة. فر رباح بن مرة إلى الجنوب عند ملوك حمير وطلب المساعدة من الملك الحميري حسان بن تبع. وافق على طلبه ومده بجيش كبير وصار به إلى قوم جوديس. صارت فتاة تعرف باسم زرقاء اليمامة اللي كان مزارها 1,000,000 قدرت انها تشوف الجيش الحميري على بعد 3 أيام. بلغت قومها جوديس لكن ما صدقوهاش، ولما وصل الجيش ده هلك قوم جوديس، فبالتالي ما عادش فيه لا طاسم ولا جوديس. اما بالنسبه للعماليق فدول بينحدروا من نسل لاوز ابن نوح عليه السلام، واللي منهم قبائل الهكسوس اللي احتلوا مصر في عصر الدوله الوسطى، واطلق عليهم اسم قبائل الشاسو، واطلق عليهم ايضا اسم الهكسوس بمعنى الملوك الرعاة. اما بالنسبه للقسم الثاني من العرب وهو العرب العاربه، وهم العرب الأصل الذين عاصروا العرب البائدة. يذكر أن سيدنا هود بعدما ارتحل إلى اليمن أنجب ولد اسمه قحطان، ومن قحطان أنجب ولد اسمه يعرب، ومن يعرب أنجب ولد اسمه يشجب، ومن يشجب جاء سبأ، من سبأ أنجب ولدين وهما حمير وكهلان، ومن حمير وكهلان ينحدر إليهم معظم قبائل العرب المعروفة في شبه الجزيرة العربية. فعلى سبيل المثال من نسل حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان جاءوا ملوك حمير المعروفين باسم التبابعة، منهم مثلا حسان بن تبع. أما كهلان بن سبأ انحدر إليه قبائل عديدة مثل قبيلة طي وكندة وجزامة وهمدان والأوس والخزرج، الغساسنة في الشمال على أطراف الشام، وقبيلة خزاعة اللي استقروا في مكة وسيطروا عليها. وقام أحد زعماء خزاعة وهو عمرو بن لحي بإدخال عبادة الأصنام في مكة، وهو أول من أدخل عبادة الأصنام في مكة، حيث أحضر صنم وسماه هبل ووضعه على جدران الكعبة. وما اكتفاش بكده وبس، ده جاب أصنام تانية وانتشرت عبادة الأصنام في مكة وشبه الجزيرة العربية بعد ما كان أهلها على التوحيد. القسم الثالث من العرب وهو العرب المستعربة، وهم العرب الغير خلص، ينتسبوا إلى صلب النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. تزوج سيدنا إسماعيل من زعيم بنت جرهم رعلة بنت عمرو بن مضاد الجرهمي، وأنجب منها 12 ولد، وهم آباء العرب المستعربة في شبه الجزيرة العربية، ومنهم الإسماعيلية والقيسية والنزارية، عرب الشمال وعرب الحجاز والعدنانيون. وهنركز على العدنانيون لأن دول اللي بينحدر إليهم نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن نسل عدنان جاء عك ومعد، ومن نسل معد جاء 4 أولاد أشهرهم إياد ونضار، ومن نسل نضار جاءت أشهر البطون العدنانية وهما مضر وربيعة، ومن نسل مضر جاءت 3 بطون وهم إلياس وقيس وعيلان، ومن نسل إلياس بن مضر جاء تميم، وتميم أكبر قبائل العرب المستعربة، ومن نسل تميم جاء مدركة، من نسل مدركة جاء خزيمة، ومن خزيمة جاء كنانة، ومن كنانة جاء النضر. أنجب النضر مالك، ومن مالك جاء فهر والملقب بقريش. أنجب قريش 3 أولاد وهم غالب ومحارب والحارث. هنركز على غالب لأن من نسل غالب جاء ولد اسمه لؤي، ومن نسل لؤي جاء كعب، كعب جاء مرة، ومن مرة جاء كلاب، ومن كلاب جاء قصي، وقصي هو اللي انحدر بقومه إلى مكة ودخلها. وقصي أنجب 3 أولاد، ودول اللي كونوا أشهر العائلات في مكة وفي قريش، وهم عبد مناف، عبد الدار، وعبد العزى. ومن نسل عبد مناف جاء 4 أولاد، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل. بالنسبة لعبد شمس فهو جد الأمويين، أما بالنسبة لهاشم فجاء من نسله عبد المطلب. أنجب عبد المطلب 12 ولد، عبد الكعبة، عبد العزى، والملقب بأبو لهب واللي كان أشد أعداء الإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، والحارث ودرار وقسم وحجل والغيداق وأبي طالب وحمزة والعباس والزبير وعبد الله والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده عرفنا أصل العرب وحكايتهم إيه وجم منين. وهنختم حلقتنا النهاردة بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل.
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد سيدنا إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك في القناة، وأشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.